ما يخطرش على بال حد، ولا حد طلب منه كده، ولا حد طلب منه كده، ولكن هو بمبادرة وبالأصالة اللي عنده والتربية اللي عنده والإيمان اللي عنده عمل كده. الراجل ده دخلت العربية ده ست الحاجة في عربية دخلت محملة 12 طن متفجرات، 12 طن، ضربت البوابة، كسرت البوابة ودخلت، وكان وراها ميكروباص. الميكروباص ده فيه 4 أو 5 تكفيريين لابسين حزمة ناسفة. امال اصحابه كلهم كانت مهمة العربية دي انها هي تروح محدش يمسكني عند مخزن الذخيرة، طيب سيبوني عند مخزن الذخيرة وعند الحتت اللي فيها ناس كتير، افراد كتير، وتتفجر. والتكفيريين يروحوا في الاماكن البعيدة، يعني واحد يروح مركز القيادة، واحد يروح ميز الضباط، واحد يروح ميز الجنود، واحد يروح، بحيث في تجمعات وكل واحد يفجر نفسه في التجمع. العربية دخلت واتفجرت ومات فيها قائد اللواء بتاع الشهيد الشحات العميد سيد فوزي، مات فيها. مفيش حد اغلى من حد، مفيش حد اغلى من حد، واللي عمله الشهيد الشحات مفيش حد عمله. ففي واحد كله راح فجر نفسه وفي واحد باقي، فمش لاقي حد يجيبه، فبيجمع العساكر بيقول لهم انا الصوت سيد بتاع الجيش. فهو لقاه لابس مش لبسنا وما بيتكلمش زينا، ولقاه لابس الحزام الناسف، فراح حضنه وجاري بيه بره بعيد عن زباينه، راح مفجر نفسه. الحمد لله. مين يعمل كده غير واحد ربنا يوفقه للشهاده دي؟ انا مبسوط، انا مبسوط. واحد ربنا يوفقه، اللي هو في ده اصحابه، واحد ربنا يوفقه. والله لا مؤاخذة يا سيادة اللواء، والله ما حصلت في 48 ولا في 67 ولا في 73 ولا في 73 ولا في حرب الاستنزاف ولا شفناه ولا شفناه. تعرف انا ده تثبيت إلهي من عند ربنا. انا بنقرا في التاريخ الاسلامي نلاقي من اعظم الفدائيين اللي كانوا في التاريخ الاسلامي سيدنا البراء بن مالك. البراء بن مالك اخو انس بن مالك. الرسول قال عليه رب اشعث اكبر لا يؤبه له، يعني محدش يهتم بيه. اذا اقسم على الله لابره، يعني ربنا يبر قسمه. منهم البراء بن مالك. سيدنا البراء بن مالك في حروب الردة قال لهم ارموني لما قفلوا عليهم الحديقة والجيش المسلمين مش عارف يدخل الحديقة، قال لهم ارموني جوه وانا هنفتح الباب. ارموني جوه عند الكفار، رموه وفتح الباب وما ماتش، وكل جسمه اتعور. اللي عمله الشهيد الشحات افضل من اللي عمله سيدنا البراء بن مالك. وفي حروب الروم سيدنا البراء بن مالك كانوا بينزلوا من الاسوار خطاطيف مولعه عشان لما تخبط في واحد تشيله ما يعرفش يفك نفسه، هي سخنه مولعه نار. هو كان بيفكها. كل الكلام ده وهو حي. اللي عمله الشهيد الشحات ده هو بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، وليس من احد، وليس لاحد فضل، ولا حد امره بهذا الكلام، ولا حد يقدر، ولا حد يقول، ولا حد يعرف يستوعب هذا الكلام الا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. احنا جايين نقول لكم احنا نحتسب عند الله شهيد، وان شاء الله من الشهداء. وخليكي بالك يا حاجه، هياخدك من ايدك انت وابوه ويدخلكم الجنه. ده ليه 70 يدخلهم الجنه، يعني عيلته كلها هتدخل الجنه. هيسحبوا، هياخدهم من ايده ليه 70. ليه 70. والشهيد يعني ما بيحسش غير بشك الدبوس، وبيجد عند الله سبحانه وتعالى بيزوج بين 72 من الحور العين، وبيعيش في الجنة. فيعني ربنا سبحانه وتعالى نحتسب عنده من الشهداء ويكتبها لنا يا رب العالمين. يكتبها لنا يا رب العالمين. من طلب من الله الشهادة يعني يأخذ أجرها ولو مات في فراشه. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى، نرجو من